تنصب من اولها. انت كومودورو واحنا جبنا ديجو سيميوني. ده فلكي يعني ولا ايه؟ عادي ده بيلعب في كوكب تاني. مش بيرزع. لا مش عشوائي خالص. ايوه احنا كده اتنين وده السؤال الفيصل. ده المايونيز. السلام عليكم بالهويشه في حلقه جديده من برنامجكم المفضل السهره الرمضانيه مع ضيوف الحلقه الجداد استاذ دنش وطبعا كابتن يوسف. عايز اقول لكم على حاجه بس قبل ما اقول لكم الحاجات المهمه. يوسف كان الحكم في اول حلقه، وكان طبعا حضراتكم عارفين ان حمودي كان منافس وقتها. النهارده حمودي حكم ويوسف هو المنافس، والعلاقه بينهم تربطهم اخوه ومحبه يعني. تمام، فانا بهدي النفوس بينهم الاثنين كاخوات عشان انا في الاخر انا اللي اكسب الحلقه. فما تنساش انك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل حلقه جديده. ايوه. طيب عايزين نعرف سميته فريقكم ايه؟ الاتحاد. فريق الاتحاد. اقل حاجه عندنا يبقى معانا فريق الاتحاد وفريق الهويشه. ايه الهويشه؟ اللي ربنا يستر. الاتحاد قوه برضه. انا الصراحه يعني ايه مايل اكتر ناحيه الاتحاد بصراحه وبوضوح. ده عشان اخوك عارف الشفافيه والمصداقيه. ده عشان اخوك. لا عشان اسكندراني يا ابني، ما تعزاش في نفسك قوي. عشان انت راجل اسكندراني راجل محترم. نبتدي باول فقره وهي كلمه السر. لعبة كلمة السر. كل اللي علينا اللي احنا هناخد واحد من كل فريق وهنقول له على لاعب. المفروض كل واحد من الفريقين هيوصل اللاعب دوت للفريق بتاعه عن طريق كلمة واحدة. الكلمة دي ما تكونش فيها اسم اللاعب او اي اسم عامة او جنسية او عدد، ولازم تكون كلمة واحدة. وعشان الناس تقولك بريمير ليج والبوندز ليجا، لا، بريمير ليج كلمتين والبوندز ليجا كلمة واحدة، علشان برضو الناس تكون مذاكرة وفاهمة. كل اللي علينا اللي احنا يبقى معانا 8 لاعبين، هنطلع واحد من كل فريق في كل دور. 2 هيكونوا عارفين و2 مش هيكونوا عارفين. مدة الكلوز هتبقى 30 ثانية، والفريق اللي مش هيعرف هيعمل باص والفريق التاني هيقول الكلو بتاعه. شوف تمارا مصر مش ملك العب ملك تمارا مصر. لا يلا زي ما ايدك يا باشا. يلا شوف مين هيبتدي. يا ولا بقالي حلقتين بخسر. اقل حاجة عندي. طب عايز مين يبتدي؟ انتوا كده مين يطلع معاك ومين هيبتدي قبل ما تجيلي؟ ماشي، هنطلع انا والصوص. ومين هيبتدي؟ نبتدي احنا ولا يبتدوا هما؟ مين اللي يقول اول كلمه اول كلو؟ خليهم هم يبتدوا. هما يبتدوا. ماشي ايوه، انا عارف ديت. انا مش عايزك تتكلم ولا كلمه من بعض. الام ولا بقى انا بقول وانا ما بقولش. ماشي، بلد الام. حبيب قلبي معاك ايه؟ 30 ثانيه. دي سنه دول هم يجاوبوا فيهم واحنا ما نجاوبش. لا يلا 30 ثانيه. مايونيز. داروين نونيز. صح. داروين مايونيز. جابها له. جابها له. هو اللاعب كان داروين نونيز، فهو قال له مايونيز. ماشي. شوف يلا بعدين دانيش الفرصة. اطلع بقى انت ايه لو حمو عرفوا اللعب. ماشي. عايز حاجة كاتشب طيب ولا حاجة طيب؟ بيغششوا يقول له ايه؟ اخويا يغششوا يقول له ايه؟ كلمتين صح؟ هتيجي بالاستمرار. انا لو عايز، لان انا عايز اقولها ديت هتعرفها على طول، بس هو قال لي ما ينفعش. خلي بالك لان هو لو ما عرفهاش من الكلمه اللي انت هيبقى سالتها لهم هم. انا عارف. فانت ممكن تبتديها في البعيد قوي، احنا لسه بعيد. واحدة واحدة. يلا ابتدي. مرنجي. ماشي. راؤول جونزاليز. حلو كده. صغير. رودريجو. ولد ايه ده؟ عاش قوي عاش قوي عاش قوي. انت عايز اقول لك فاهم حاجه. انت فاهم حاجه دي، انت قال لي كلمتين. انت فاهم. انا مش عارف الصراحه. عاش قوي. فهم حاجه. ده كلهم صغيرين بس انت فاهم حاجه، بس كنت هتعرف فهم حاجه وانا عارفش. ايوه انا على جو. يلا حلو الحاجات اللي بتيجي من اول كلمه دي، يعني اسمين ورا بعض جم من اول حلقه ملتهبه. حصل حلقه ملتهبه ملتهبه فعلا. ماشي. يلا رسام. يلا رسام. توني كروس. اجابه غلط. يلا جو. بدر. بدر. انيستا. غلط. صغير. رسام وبدر وصغير. لا مفيش حد في دماغي. بص، بتقول كتالونيا. اي اسم، قول اي اسم، ارزع اي اسم. ماشي، كتالونيا. يلا بينا. كتالوني. بيلعب في كتالونيا ولا هو ما ينفعش يقول لك. ماشي تمام. كتالوني. جابي. غلط. يلا سير. صبوت.
هو رافينيا. التاني فاكره. اسمه ايه؟ هو في واحد جه في دماغي. هو ولا مش فاكره برضه. انا فاكر انا قلت لك ايه. بس اسكت، حاول ترتب البدايات. ما انا عارفه خلاص، انا عرفته بس انا مش فاكر اسمه. انا عرفته اصلا خلاص. اسمه مش متأكد من اسمه. استنى لما تايم يخلص، بس اسمع صوت الجرس كده كده. بص يلا. بدري. يا ولد ايوه ايوه انا عمال هما الاثنين انا عارف ان هما الاثنين مع بعض. ايوه صح. ايوه. يلا يا باشا تعال. دورنا. اه مين اللي المفروض يبتدي بقى؟ دناش. يلا. جانرز. جيسوس. سامبا. مارتينيلي. ما هي ده يا ده، ما ما جاتش كده هتيجي كده، ما جاتش. انا عايز بقى افتكر له لما اسمه ايه ده حفيظ دراجي لما قال له يا مارتينيلي. قول قول فعلا. انا بقى بحاول اجيبها ازاي بقى انت فاهم، عايز اجيبها اصلا فعلا دي. لو انت قلت بس كانت الموضوع اتحل. يا جبريال. يلا ده بسم الله ما شاء الله على الكلمات المسيحية كلها. ممكن تسألني وانا هجاوبك. حاضر ماشي عادي. تمام. يلا متأكد بينا. ان انت هتجاوبني يعني لو انا هجاوبك سألتك؟ والله. ابدأ. والله ما انا مش التايم متأكد. ابتدى. التايم ابتدى. سمعني فزلك. هو هسألك على حاجة، اسألني على لو قلت نوعه ككوكب الكلمة الغلط هلغيها. عربي. مش لعيب ولا ايه؟ مش عارف كده. مش عارف هو كان ولا لا. عربي. اشرف حكيم. غلط. مكانه. مكانه. شكرا يا يوسف. عارف مكانه. خلاص شكرا كده. جناح. استنى في هو الرقم. اوكي. زياش. غلط. يلا. مزراوي. غلط. تمام يلا يوسف. محاربون. فاهم مرابط. غلط. منافس. رياض محرز. عاش قوي عاش قوي. هو منافس محمد صلاح على طول. مكانه مش باك يمين. طيب ما تقوليش مكانه مكانه بس أنا قدام قصدي- بقى. مكانه دي باك يمين. انا بجيب ما باكات. سمعتش وينج لما قال جناح ولا الجولة لا. الأولى انتهت بفوز فريق الهويشة على غير المعتاد. أنا وده مش معناه ان احنا كسبنا الجيم يعني. مش عادي. معناه ان احنا كسبنا الجيم لسه. كامباك عادي جدا. لسه وبكده النتيجة تبقى 1-0 ونروح على الفترة الثانية. لسه بنسخن. الإجابة الأقرب. لعبة باينة من اسمها، أقرب إجابة للسؤال هي اللي هناخد عليها البوينت. الحكم هيسأل سؤال للفريقين، إجابة السؤال هي عبارة عن رقم عددي. يعني مثلا الحكم هيسأل يقول راموس اتطرد كم مرة في تاريخه، فريق هيقول 20 والتاني هيقول 22. الإجابة الصحيحة أصلا هي 28، فالأقرب 22، يعني الفريق التاني هو اللي هياخد البوينت. يلا نلعب. كده الجولة الأولى انتهت بفوز فريق الهويشة، وطبعا ده مش معناه ان احنا كسبنا الجيم زي ما قلنا في آخر الجولة اللي فاتت. فيلا بينا نشوف الحكم هيلاعبنا ايه دلوقتي. طيب أول سؤال بيقول كم عدد بطولات فرانشيسكو توتي تاريخه؟ معاك كام بطولات انديه ومنتخب. جوائز فرديه ما تحسبش حاجه. لا ومعاك 30 سنة. لو كتبتوا أرقام وجاهزين احنا كتبنا. جاهز. وري الكادر. ماشي اكتب لي الرقم. لا يا باشا غير خلاص، عشان خلي بالك أول ما تسمع تين 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 انا كاتب في تاريخه صح؟ بتاريخه يا معلم. تين تين تين. خلاص تمام. وريني أرقام. 9. هنا 9 وهنا 11. هم 6 بطولات لفرانشيسكو توتي. قلبي. توتي واخد 5 دوري. 5 دوري معروف بس. وكاس عالم مع ايطاليا. مش خدش اي حاجه تانية خدش مع اليورو؟ بطولة واحدة مع هحسبها ان هو واخد 3 بطولات مع انا قلت خمسة. 7 دوري مثلا أنا- و4. انا وانا بعمل يعني السؤال 5 من كنت 7 مستني إن فرقت توتي هيبقى يعني. ليه حاجات كتيرة. اتفاجئت بان هم 6 قوي، فلما اتفاجئت قلت ايه أنا- هتفاجئوا معايا بقى. انا بقى احنا اتفاجئنا فعلا. احنا حاسبين ان هو واخد 3 بطولات مع عادي. مع كده ايطاليا. ايه كده احنا 1-0. السؤال الثاني بيقول الدوري الياباني في كام فريق؟ طيب في كام فريق في ده الدرجة الأولى يعني ولا؟ الياباني الدرجة الأولى. ياباني يعني. متأكد من كده؟
ميبي ياباني. ميبي مش ايه؟ كبير، هو مش كبير، والله اسمع مني. اسمع مني. قرن الوسط. يا صاحبي انت بتشاركنا معاك لسه ما كتبتش حاجه. براحتك يا باشا، انت عايز تغش دي ترجع لك عايز وانت تغش صغير. التسعه بتاعت المره اللي طب فاتت. اكتب عشان الوقت لو جاء علينا هيقول لك انت ما كتبتش حاجه. 2 1 تين تين تين. اها كان هيقول لك ما كانليش دعوه. كام يا كابتن؟ 13. 13. 14. هم 18 فريق، فالاجابه قلت لك طب 14. بيقول لي 14 قلت له ده قليل قوي. اقسم بالله قلت له بتاعك 14. الاسئله دي اللي هي باقي لك 12 يجي لك 8. والله كنت هكتب 18. الدوري قال لي عدد الدوري اللبناني 12. طيب. ده اللي عارفها دي. السؤال التالت بيقول محمد بركات. ماله؟ نادي محمد. محمد بركات ماله محمد بقى؟ لعب كام ماتش مع الاهلي في الدوري؟ مع الاهلي في الدوري. في الدوري بس. دوري بس يعني مش في افريقيا، مش بص انا اقول لك على مش حاجه. مع الاسماعيلي بتاع، لا يلا في بينا. الاهلي. ومع الاهلي في الدوري. ماشي تايم. كام مساء؟ 122. وريني اللي انت كاتبه. 122. 140. 140 اجابه صحيحه، فرق عن البيرفكت 9 ماتشات. عاش. اصل هو انت تضرب في الدوري تضرب في 38 ماتش، بالظبط. انت تلعب كام حلاوه دوري؟ بقى الاسئله دي لو عندك بس معلومه صغيره قوي بس. تربط الموضوع اضرب في كلها، هتجيب 38 الأرقام. رايح جاي، هو فتعرف قعد تقرب 5-6 تقرب بس سنين ده في تقريبا. ماتش كان مصاب بتاع تقرب من الحاجات دي. احنا كده 2-1 الهوشه والاتحاد. السؤال الرابع بيقول الهداف كبر ورا التاريخي شوية. لمنتخب السعوديه، حد عارفه؟ حد عارف مين الهداف التاريخي لمنتخب السعوديه؟ لا. سيب الجابر. اسمه ماجد عبد الله. ايوه جاب كام جون؟ مع منتخب السعوديه. طيب الله. الهداف التاريخي. بص هقول لك على حاجه. منتخب السعوديه انا عرفته لما كسب الارجنتين. ممكن. اصل هو بالمنطق. يا ريت نكتب الاجابه. مثلا. يا ابني ايه ده يا ابني؟ بحب الارقام ديت انا. ماشي. ايه العلاقه انت بتحب الارقام تكتب كل مره الارقام زي بعض؟ وريني ساعه كام يا ساعه؟ 33. 33. 45. 45 هي الاجابه الاقرب، هو جايب 72 هدف في يا 160. انا قلت له اصل انا قلت له بص يا عم انا انا عمره ما هيعدي حسام حسن. هو عدى هيبقى في- حسام حسن. هو عدى حسام حسن باثنين مثلا، فيبقى في الرينج ده يعني هو انا بصراحه ما جاتش معايا انه هيعدي حسام حسن بصراحة. قال لي بص لا ابتديت الناس الغريبة دي. الصراحه يعني هو هنا في طريقه تفكير، يعني هو ماشي بطريقه معينه عشان يوصل حتى للاجابه الاقرب، مش بيرزع عشوائي. لا مش عشوائي خالص. ايوه عشان تبقوا احنا متابعين كده الحاجات دي 2-2 بتبان بس. وده السؤال الفيصل. قال لي الناس الغريبه دي ما بتجيبش اكتر من 30 جول. قلت اكتب 80. اكتر لا من كبير قوي ده. يا ريتك كبير قوي عليك. اكتب 80. ايوه أنا عارف إن ماجد عبد الله هداف. مين يمسك السعوديه يمسك ماجد طيب عبد الله؟ احنا هنخش على السؤال الاخير في ده الفقره لينا دي. السعوديين. لو هم جاوبوه صح مش هنروح للفقره الثالثه، هيبقى هم كسبوا الحلقه. لا هنروح عشان انت اخويا، وهنروح عشان بس هتكون الحلقه انتهت وهنلعب الفقره الثالثه. او ممكن نعمل فقره رابعه عشان انت اخويا برضه، خلي بالك يعني ونتعادلوا طب ما وبتاع. تجتهد وتحاول تجيب طب ده صح ماشي، وتلعبنا. ماشي. ان شاء الله. طيب السؤال الاخير بيقول الهداف التاريخي للدوري الانجليزي تمام. الان شيرر. الان شيرر جايب كام جول في الدوري الانجليزي؟ حلو. الهداف طيب. التاريخي للدوري الانجليزي يعني فاهم. استحاله. استحاله. انا بقول يمكن، فاهم قصدك ايه اللي قعدوا. استحاله. وانا مايل لده. ماشي. طيب هو ما كتبش خلاص يا باشا. لا، أنا هو كاتب، خسر. كاتب خسر رقمين. سواء. كده رقمين. تشطب لي واحد بعد اذنك خلاص دلوقتي. محمد اختار 590. 590. 220. 220 هي الاجابه الاقرب. 590 بس ده ايه ده فلكي يعني ولا ايه؟ عادي يعني بقى، ده مش بيلعب في جاي. كوكب تاني. مع برشلونة. ميسي. هو جايب كام؟ اكبر من بعض. انت عارف الان شيرر جايب كام؟ ونفوز في الفقره الثانيه ونعمل جاب كام جون الكومباك. بقى؟ 260. ماشي في اصل ده لو كنت بتحل اصل انا عارف انا متاكد من اصلا عارف مين؟ اديك كسبت الفقره الثانيه. بأقل حاجة عندي. انا قلت له صديقي انا قلت له أستاذ ما عداش 300 ما كابتن عداش دنش 300 انا بصراحة عارف انا متاكد الصراحه من احييك ده. على طريقه تفكيرك بجد، انا احييك على عاش. الطريقه نفسها. ثبتها. وبكده تنتهي الفقره الثانيه بفوز فريق الاتحاد، وده كان المتوقع. من غير اي طبعاً حاجه من غير لسه. اي حاجه فعلا، وكل حاجه احنا في اسئله بتبان. الذكاء لازم نكسب. لازم. وبكده نروح للجوله الثالثه والاخيره اللي هتحدد مين الكسبان معانا في الحلقه النهارده، وهي فقره من اللاعب. يلا بينا تعالى. وهي لعبة من اللاعب. قوانين اللعبة سهلة وبسيطة. كل اللي علينا اللي احنا بنقول 3 أسئلة من اللاعب للفريقين اللي موجودين.
كل سؤال مكون من 5 كلوهات. كلوز عبارة عن حاجات سهلة وبسيطة عن اللاعب مبسطة للفريقين عشان يعرفوا ايه هو. كل اللي على الفريقين ان هم يعملوه ان هم لو عرفوا مين هو اللاعب ان هم يقولوا الاجابة على طول، ولو جاوبوا اجابة خاطئة الفريق التاني بيبقى معاه مدة 30 ثانية يعرف فيها الاجابة وانه يسمع الكلو اللي بعده براحته. ومعانا سؤال لو الفريقين كانوا متعادلين في نفس النقط، لو في سؤال ما كانوش عارفينه وعارف السؤالين التانيين فكده هيبقوا متعادلين، فهنا بنحط سؤال سادن ديس واللي بيعرفه بيكسب الفقرة. كده الفقرة التانية انتهت بفوز فريق الاتحاد، وطبعا السيد الفاضل الحكم قال احنا هنلعب ايه. يلا بينا نشوف قوانين اللعبة. بس قبل ما نشوف قوانين اللعبة، لو ما عملتش اشتراك في القناة انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل حلقة. عايزين نوصل لل 500 يا جماعه، يعني مش معقوله يعني. راضوا بإذن الحكم الله بالله عليكم هنكسب عشان الحلقة وهتوصلونا 500 لأجل أخويا وكابتن دنش اللي مكسبني حتى الآن. يا سلام يا سلام. طيب يلا بينا نبتدي بمن اللاعب. واول لاعب معانا، اول كلو بيقول انا وقعت لنادي برشلونة وعمري 14 سنة ولعبت اول مباراة رسمية لي كبديل وكان عمري 18 سنة. انيستا. اجابة غلط. هو وقع وهو انا هحكي لك على حاجة، انا بس هحكي لك على حاجة. انا افتكرت مرة انيستا طلب- اصلا طلب- دبلوماسيه اساسا ما وقعش. فمرة كنا وقعت. بنلعب بره المنهج، فطلب أكلة بيتحط فيها جزء من حيوان، فهو قال له طاجن حلالي، قال له لا مش عايز ده، مش عايز الجزء ده. فقال له بقى في الاخر الجزء التاني اطلع- كان في أيوة، الجزء. طب لا. الحكاوي يعني آه. ما هو نفس الجزء، هو الجزء اللي ورا يعني. فانت متخيل بقى حسبها عليا انا غلط وقام جاي حسبها للتيم التاني طب صح. الكلو التاني بيقول انا لعبت ل3 فرق من اكبر الفرق في 3 من اكبر الدوريات في اوروبا. حضرتك هو الريسك انك تجاوب، يعني نو ريسك نو فن. انا عارف ما هو مين بقى. الكلوهات ما بتسأل هو المشكله بعد ان كده. ياما بيمضوا لبرشلونه وياما بيطلعوا منها. الكلوهات بتسأل. هو لما لعب للثلاث فرق دول قبل ما يمضي ولا بعد ما مضى؟ بعد ما مضى. هو لعب في تاريخه ل3 فرق فقط. بس هو طالع من التلاتة برشلونه 14 كل سنه. فرقة في دوري مختلف، وكل فرقة هي فرقة من الفرق الكبرى في الدوري بتاعها. كده احنا علينا في الكلوب جاي ده. الكلو التالت بيقول انا فزت بكل البطولات في كل الدوريات اللي لعبت فيها مع ال3 فرق اللي لعبت معاهم. من ضمن البطولات دي كاس العالم للانديه والسوبر الاوروبي ودوري ابطال اوروبا. عايزين حد من قصص برشلونة كده، عارف انت من طيب الأساس. الكلو الرابع بيقول انا لعبت مع كل من، ونركز شويه بقى. إريك أبيدال، خافير ماسكيرانو، ليونيل ميسي، تشافي هرنانديز، أليكسيس سانشيز، توني كروز، ولويس جوستافو، وآرين روبن، محمد صلاح، وروبرت فيرمينو. محمد صلاح تاني كده. إريك أبيدال وماسكيرانو وميسي اسمه ايه ده؟ وتشافي وسانشيز وتوني كروز ولويس جوستافو وآرين روبن، محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو. اسمه ايه يالا؟ تياجو الكانتارا. يا ولد ايوه شفت لسه أيوة. بقول له. لا انا عايزك تقول لي انا ما تقولوش هو. انت قلت له الماني ولعب مع صلاح في ما انا الليفر. بقول لك افتكر آه. انا قلت له مين بس أسباني مش ولا بجمع إيه؟ اسمه بقى. طيب نروح للاعب التاني. اول كلو بيقول انا لعبت في الدوري الارجنتيني والدوري الايطالي والدوري الاسباني وسجلت 92 هدف. ارجنتيني وايطالي واسباني. كام هدف؟ 92. ارجنتيني وايطالي. جونزالو هيجوين. اجابه غلط. خلي بالك ركز معايا برضه. انا بفكر خلي بالك أول التسرع في اللعبه دي مش تمام. والتسرع معايا انا تحديدا مش هيفيدك. ارجنتيني اسباني ايطالي صح؟ بتدريبهم بالترتيب كده يعني. لا هو ما ولا بيقولهمش مش شرط؟ ما بيقولهمش ما بيرضاش هو يقول. مش شرط، بس ممكن المره دي يبقى بترتيب وممكن لا. ارجنتيني. الكلو التاني بيقول لم افز باي بطوله مع منتخب بلدي، ولكني فزت ب2 دوري ارجنتيني ودوري وكاس في اسبانيا والدوري الاوروبي وكاس السوبر الاوروبي. انا بيعدي في اسئله دوري ابطال اوروبا انت قلت؟ لا دوري اوروبي دوري اوروبي والسوبر. والسوبر ودوري وكاس في اسبانيا و2 دوري ارجنتيني. اكيد. وما يبقى كسبتش إيه؟ ولا ندوره بطوله في مع اللي قبل منتخب كده. بلدي. ما هي كده ما قلتش. اسمع التالت. هو نص ملعب. مش هيجيبوا تاني. الوقت ممكن خلاص. يجيبوه الكلو تاني. التالت انا ما اقدرش اجاوبك على اي هو حاجة ممكن بس يجيبوا لك تاني عشان انت ما تفكرش فيه. طيب الكلو التالت بيقول لم افز باي بطوله مع منتخب بلدي كلاعب، ولكني فزت بكل البطولات كمدرب. يعني البطولات اللي انا قلتها اللي فاتت هو ما كسبهاش كلاعب،
كسبها كمدرب. ليونيل سكلوني. مين؟ ليونيل سكلوني. لا غلط، اجابه غلط. يعني احنا معانا نسمعه الرابع براحتنا. براحتك فعلا. مين طب بقى اللي انا قلت لك عليه ده كان اسمه فكر في ايه؟ الاسامي قبل ما لا لا تقولهم لي. انت بتتكلم على ان هو هو فاز بيهم مدرب. كمدرب اه كمدرب فاز بكل البطولات اللي البطولات انا مع قلتها الجول اللي المنتخبين. فات كسبها كمدرب مش كلاعب. مع المنتخب الارجنتيني. لا مش هو مع منتخب بلده. بص انت قلت كان مسكها كان هعيد لك الكلو مش تاني. كده هو قال سكالوني. لا انا هعيد لك الكلو تاني. هو راح خلاص مالناش دعوه، بس لما التايم جامد. يقول لك اعيد لك الكلوهات طب واقول لك قول لي. الكلو الاخير. فاضل قد ايه؟ فاضل قد ماشي ايه؟ ماشي. هتيجي لسه احنا الكلور الرابع لسه هنسمعه لوحدنا ماشي. ومعانا 30. احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري. ما هو ما كسبش غير دوري وكاس في اسبانيا ديجو سيميوني. صح. هو صح. هو هو صح هي كده. الحلاوه فين؟ هي ما كانش غير دوري وكاس بس في اسبانيا، هو ما خدش دوري ابطال اوروبا، خد دوري اوروبي وكاس أصل سوبر. هو لما قال هو مع صح. منتخب بلاده خد كل البطولات اللي هو اتذكرت فلتت ديت، مننا دي. انا جاي إحنا كنا 92 عارفين. دي، اصل انا قلت ايه هو يا مهاجم تعبان يا نص ملعب، فجاء عشان كده جه في دماغي هجوايين هو مهاجم تعبان. ايوه في دماغي إن هو نص ملعب. صريح بعد كده أوي. ولا صريح أيوة، صريح. انا اتفاجئت ان هو مدرب، بس انا بتكلم عن لكن لما اتكلم بمدرب فخلاص اتسهلت بقى. عشان كده انا بستناه. عشان انا خاطر انا ماشي بمبدا ايه؟ نو ريسك نو فن، انا بتمتع. لا، ده هو- بس المشكله ان انا بخاطر هي دي حلوه قوي، بس- بس عارف مثلا هو لو كان استنى وما قالش ليونيل سكالوني وسمع كنت الجول عرفت. الرابع كنت عرفت إن كان هو- قاله قبل ما انت اول ما قلت الكلو اصلا قلت له هو خلاص. مفيش بقى. اللاعب الاخير والفيصل في الحلقه كلها اللي هيجاوب السؤال ده صح هو اللي هيكسب الحلقه كلها. اصلا سيبنا بقى من كل اللي فات تطبيق حماده واللي جاي ده حماده تاني. يعني السكور كام كده؟ كده خلاص، واحد كده واحد واحد وكل واحد. حاجه. احنا جايبين 2 يعني. لا واحد 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 اتنين هم بس ثلاث يا لعيبه عم. في هم في تلات اللعبة. لعيبة. ايه عايز تنصب من اولها؟ انتوا جبتوا عايز الكنداره واحنا تنصب. جبنا ديجو سيميوني. ايه الجو ماشي. ده؟ يا نصاب. ماشي ماشي. بتبان هي بتبان يا جماعه والله. اللاعب الثالث لعب نهائي دوري الابطال، دوري ابطال اوروبا، ولعب في اليورو وكاس عالم وخسر الثلاث نهائيات وكسب نهائي واحد. كسب نهائي واحد، كنت هقول لك على غير واحد بس الثلاث ما كسبش نهائيات دول؟ حاجة. خسر ثلاثة وكسب واحد. يعني ده غير معناه مش إيه؟ حاطط إن هو ولا لعب 4 محلي في نهائيات. صح كده؟ ممكن اثنين يبقوا مكررين. هو لعب تاني قول الكل دوري تاني. ابطال اوروبا، لعب نهائي دوري ابطال اوروبا حلو ونهائي اليورو حلو. ونهائي كاس عالم كاس العالم، ماشي كده. خسر ثلاثة وكسب واحد. طب كسب انهي واحد؟ الله. طب كاس العالم ده الانديه ولا منتخبات؟ منتخبات. منتخبات طالما ما قالش كاس عالم انديه يبقى هو كاس عالم منتخبات. ايوه انت اخويا. اصل بص هو اللي بيخسر على طول الفارق على طول الولا اسمه إيه؟ ولعب بس ما كسبش حاجه. تشامبيونز ليج قلت ويورو يورو؟ وكاس عالم وخسر 3 وكسب 1. يعني هو لعب اكتر من نهائي في البطولات دي. هو واخد بطولتين. مش هو لعب يورو. اخد هو كاس لعب عالم نهائي. واخد دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. خدها مع الريال. كسب انهي واحد فيهم بقى وخسر مين؟ يعني هو كسب بطوله واحده من الاخر. بالظبط. الكلو التاني بيقول هو مثل 3 فرق ورغم كونه لاعب مهاجم إلا إنه لم يستطيع أن يسجل أكثر من 10 أهداف في الموسم الواحد. مثل 3 فرق ورغم كونه لاعب مهاجم أو في الخط الهجومي يعني، إلا إنه لم يستطيع إحراز أكثر من 10 أهداف في الموسم الواحد. يا راجل هو ممكن بس يعني بصراحة هو لعيب ابن حرام يعني. لا دافع 10 اهداف ده راموس بيجيب اكتر من 10. لا واخده كاس يا سعيد. ده فان دايك دلوقتي هي دي اتحسب. الحنكة. هي دي الحنكة. هو مهاجم صح؟ لا، مش الله أعلم. أنت هو قلت في الخط الهجومي. انت قلت لاعب مهاجم وما بيجيبش غير اكتر من 10 اهداف، انت قلت كده دلوقتي. لا أنا قلت في الخط الهجومي. لاعب هجومي. ماشي. الكلو التالت بيقول أنا لم أخسر لقب الدوري في تاريخي. لم اخسر لقب الدوري في تاريخي. يعني مفيش سنة لعب إلا وخد ما الدوري. خدش الدوري فيها. إلا وخد الدوري. ايوه ما انا فاهم. يعني كسب كل دوري لعبه. بسم الله ما شاء الله ده جامد. هو لعب كام دوري؟ لعب في انه دوري طيب؟ صح. ما يعني ما انا اعرف لعيبه كتير خدت الدوري لما نعيد. هو لعب في 3 فرق. بص هو كده هتلاقيه لعب لا، 2 مش 3 هو. دوري على فكره. لعبش مش هتلاعب لا دوريات ياما. خاف لأن يطلع مفيش مدرب في الاخر. مفيش هو لعب ل3 فرق. أنا قلت المعلومة دي. 3 فرق. 3 فرق في 3 بلاد مختلفه، الله أعلم. ولا دي بتاعت الجمله اللي فاتت؟ هو لعب في 3 فرق وخلاص بقى فاهم. هو أنا لعب في قلت 3 إن هو فرق. لعب في 3 هو لعب في 3 يوسف بقى خلاص. مش مهم يلعب فين، هو المهم ان هو تلعب في طب 3. الكلو الرابع بيقول يا جماعة أنا سجلت هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال أوروبا ضد فريق السابق.
طيب اظن ان اللي جاي ده اسهل حاجه ممكن تسمعوها. اول ما اخلص قول اول لو جه في دماغك. انا فرنسي في فريق الماني. كومان. صح. كومان اخد جابوا دوري باريس. ابطال. خد دوري ابطال اوروبا مع بايرن ميونخ. ما خدش كاس عام 18 اللي فات مع فرنسا؟ لا كانش معاهم في القائمه. متاكد؟ لا ما كانش كومان ما خدش فرنسا 18؟ احنا كسبنا خلاص. حتى ما غناش في الاغنيه براحتنا بقى كده ما فاهم. كانش في الاغنيه ده؟ رجل على رجل كده. كسبان يا باشا براحتي يا باشا. حقك. انا هو خسرت فريق اول حلقه الصراحة. خدتها 5-0 بس الكابتن دانش سندل في الحلقه الثانيه ودينا كسبنا الحلقه الجوله الثالثه اقل حاجه اخويا عندنا مش محليات بس اخويا اوروبي برضه. وكل انا حاجه مش عايز ازود عشان سباحه ما شغال أيوة. تنس شغال أيوة. خلي بالكم. عايز احط معلومات عامه كمان تاخد تمام. يلا طبعا كده بالمره. الفقره انتهت بفوز فريق الاتحاد 2-1 كنتيجه للحلقه كلها. ويا ريت كابتن محمد يتكرم ويذاكر شويه ويذاكر عايز ننهي شويه. الحلقه. عايزك أوكي، أنا- تذاكر بس قبل ما تنهي. لا تمام. لا تمام. ذاكر بس. تمام هو حصل حاجه وانا خدت بالي بس هكلمك عليها بعد الحلقه. اهم حاجه ما تنساش انك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه نراجع الفار ما هو للاسف ما فيش كاميرا عليك فمش هينفع نراجع الفار. دي كاميرا اه عليكم. ماشي احنا ممكن نراجع الفار ده في المونتاج وهنقرر بعد كده مين هيكسب الحلقه في المونتاج. في المنتدى هتعيد تصوير تاني يعني. مالكش دعوة بقى. ماشي بصورها براحتك ايوه بقى. تمام اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتشارك الناس دي في فرحتهم ان هم فازوا بالحلقه.